السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تواجه واحدة من أسوأ العواصف الشتوية في تاريخها، لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم أن يصلكم كل جديد فاشتركوا في القناة. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تواجه واحدة من أسوأ العواصف الشتوية في تاريخها، حيث تتعرض لموجة اضطرابات جوية قاسية، ويحذر خبراء الأرصاد من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وسيستمر تساقط الثلوج حتى يوم الأربعاء. عبر شمال كاليفورنيا مغلقة، حيث قالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن المنطقة تواجه موجتين من الثلوج الكثيفة وعاصفة ثلجية خطيرة مصحوبة بعواصف رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة في سييرا نيفادا الأمريكية. ويترقب أن تستمر هذه الأوضاع إلى غاية الأربعاء على الأقل. ويتوقع تساقط ثلوج إضافية من 4 إلى 7 أقدام على طول سييرا ونيفادا، مما دفع بوكالة خدمة الطقس الوطنية إلى تحذير المواطنين من السفر الذي سيصبح خطيرا للغاية ومستحيلا في بعض الأحيان في الجبال. أصدر مركز سييرا أفلانش تحذيرا من الانهيار الجليدي للمنطقة الخلفية حول بحيرة تاهو، وأشار البيان إلى أن عاصفة أخرى أقوى بكثير وصلت يوم الاثنين جلبت رياحا لعاصفة مستمرة ودرجة حرارة أكثر برودة وتساقط ثلوج تصل إلى 6 أقدام بحلول صباح الأربعاء. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.